السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وحلقة جديدة من حلقات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. وزي ما احنا بنبدأ على طول نبدأ بالصلاة على النبي ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقة اليوم إن شاء الله هنتكلم عن فانتسي الدوري الإنجليزي والجولة رقم 8 اللي فيها لعبكة كتير كده، والمؤجلات بقى اللي حصلت في الجولة الثامنة بعد التوقف. وهنتكلم في كل حاجة، هنتكلم يعني إن شاء الله في كل حاجة تخطر على بالك في الجولة الثامنة إن شاء الله. تعمل إيه؟ تظبط تشكيلتك ازاي؟ وفي اخر الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن التشكيله المقترحه والتشكيله يعني من وجهه نظر الافضل للجوله رقم 8. بس انزل اعمل لايك للفيديو، ولو ما اشتركش في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك جديدنا ان شاء الله اول باول. يشرفني اشتراكك في القناه، ويلا بينا نبدا فيديو النهارده على طول عشان ما نطولش حضراتكم. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم من جديد، يا رب تكونوا في وافر من الصحه والسعاده والخير، واشوفكم دايما يا رب على خير. في البدايه كده عايز اشكركم على رسائل الدعم الكبيره اللي بصراحه بتفرحني جدا وبتسعدني جدا، اللي بتجيلي من حضراتكم سواء في الكومنتات هنا في اليوتيوب او في كمان في الواتساب. الناس اللي بتتكلم معايا في الواتساب ويعني بنتناقش كده مع بعض وبرد على استفساراتها يعني، وبساعدهم بقدر الامكان على قد ما اقدر. فانا بشكركم جدا جدا جدا، ويعني يا رب دايما يكون عند حسن ظنكم كده ان شاء الله. والفتره الجايه ان شاء الله يكون في تحسن، والمحتوى ان شاء الله يتحسن اكتر واكتر باذن الله. الجوله الثامنه بقى، طبعا الجوله الثامنه بعد استئناف يعني اعلان رابطه الدوري الانجليزي استئناف خلاص الدوري الانجليزي خلاص. في 3 مباريات اتاجلوا، وهي مباراه ليفربول وتشيلسي اللي كانت لعب في ستانفورد بريدج في لندن، ومباراه مان يونايتد وفريق ليدز يونايتد، والمباراه الثالثه كانت مباراه برايتون ومباراه كريستال بالاس. طب بالراحه بقى كده، مباراه برايتون وكريستال بالاس كانت كده كده مؤجله عشان الاضراب اللي كان هيعمله عمال السكه الحديد، فخلاص هي مؤجله. بالرغم ان الاضراب اتاجل او اتلغى طبعا عشان البلد في حاله حداد على وفاه الملكه هناك، فكان من المفترض ان هو يتلعب، ولكن كان رابطه الدوري الانجليزي بررت عدم لعب المباراه دي بالرغم من انها مش هتكون في لندن، وانها كمان الاضراب اتلغى. ان خلاص هم المباراه دي كانوا مأجلينها اصلا قبل بدايه الجوله خالص، كانوا قايلين انها تتأجل مع نهايه الجوله رقم 6، فخلاص هي اتأجلت مفيش اي مشكله. المباراه رقم 2 هي مباراه تشيلسي وليفربول، ودي مباراه هتتلعب في لندن، وهم قايلين ان مباريات لندن يعني مش هنلعبها طبعا عشان مراسم الجنازه بقى والكلام ده، برضه مفيش اي مشكله. طيب المباراه الثالثه مباراه اليونايتد ومباراه ليدز يونايتد ما هياش في لندن ومفيش اي مشكله، فليه اجلتها؟ يعني انا لحد دلوقتي مش فاهم ليه المباراه دي اتاجلت. ليه اتاجلت مباراه اليونايتد ومباراه ليدز يونايتد؟ محدش عارف. هم طبعا قالوا مبرر يعني لا يصدقه عقل، ان طبعا عشان نقل مراسم الجنازه والشاحنات اللي هي الخاصه بالنقل التلفزيوني هتكون طبعا فيها عجز او فيها مشكله، فعشان كده المباراه دي مش هتتلعب. طب اشمعنى المباراه دي بالاخص؟ ما علينا، خلاص ال3 مباريات اتاجلوا. المشكله هنا ان ال6 فرق دول تقريبا فيهم لعيبه كتير جدا 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 متواجدين في تشكيلتنا. لو هنتكلم عن مثلا مباراه تشيلسي وليفربول، في تشيلسي هتلاقي مثلا معظمنا معاه ريس جيمس، ومعاه مثلا ناس معاها رحيم ستيرلينج. تشيلسي ليفربول هتلاقي محمد صلاح، وهتلاقي ارنولد، وهتلاقي لويس دياز، وفي ناس معاها نونيز وناس معاها اليسون. ده لو هتتكلم عن ليفربول. كل دي لعيبه طبعا مش هتلعب او مش هتشارك في الجوله الثامنه. نتكلم المباراه الثانيه مباراه اليونايتد وليدز يونايتد. ليدز يونايتد كانت في ناس جابت هاريسون وهكذا، في مانشستر يونايتد في ناس عندها طبعا دالوت، في ناس عندها راشفورد، في ناس جابت انتوني بعد التالق بتاعه في الجوله الاولى. بالنسبه للمباراه الاخيره مباراه برايتون وكريستال بالاس، كريستال بالاس في ناس كتير عندها ظاهر نسبه امتلاكه مش قليله. بالنسبه لبرايتون بقى، يعني الناس من بعد الجوله السادسه كانوا مرتبين لبرايتون تقريبا كله كان حاطط في تشكيلته 3 لاعبين من برايتون. يعني كله كان عنده مثلا سانشيز حارس المرمى، وفي ناس كان عندها دانكي في الدفاع، في ناس طبعا معاها ماك اليستر، في ناس معاها جروس وتروسارد. يعني الاختيارات في برايتون كانت كتيره، وعشان سهوله ماتشاتهم نوعا ما او نسبيا كانت الماتشات سهله، فالناس اختاروا 3 لعيبه من برايتون. فطبعا دول مش هيكونوا متواجدين معاك في الجوله رقم 8 لبسناهم بالبلدي كده. ده كده بالنسبه للتاجيلات وال3 ماتشات، وايه الخسائر اللي عادت علينا احنا كمدربين فانتسي من تاجيلات الماتشات دي. نيجي بقى نتكلم عن اللي بيدور في عقولنا بدايه من طبعا بعد اعلان التاجيل لل3 ماتشات دي، وتشكيلاتنا اللي فيها ما لا يقل عن 4 أو 5 لعيبه مش هتلعب. طيب اول حاجه في ناس اتكلمت في الفري هيت، هتلجأ للفري هيت. انا شخصيا بقول لا، يعني بنصحك لو انت ما عملتش الفري هيت
وشفت الحلقه، لا ما تلجاش للفري هيت. لسه هنشوف جولات اصعب من كده بكتير في الدوري الانجليزي. ممكن تلاقي جوله مثلا اللي بيلعب فيها مثلا 5 6 ماتشات بس يعني، فهتحتاج هنا الفري هيت. ممكن في جوله كمان الدبل جيم ويك هتحتاج الفري هيت. في جولات كمان التوقفات السنه دي كتير جدا في الدوري الانجليزي بسبب طبعا كاس العالم بقى وتوقفات الماتشات الدوليه، وكمان زي ما قلت الدبل ويك للفرق اللي كان عندها مؤجلات. فخلي الفري هيت ما تستخدمهاش دلوقتي خالص، ده وجهه نظري الشخصيه. عايز تستخدمها انت ليك مطلق الحريه وتصرف كما تشاء. بالنسبه للوايلد كارد، الناس اللي ما عملتش وايلد كارد وعندها وايلد كارد وبتفكر فيه امتى تستخدم وايلد كارد، برضو من وجهه نظري الشخصيه تستخدم وايلد كارد لو انت عندك تشكيلتك فيها ما لا يقل عن 6 7 لاعبين مش هيلعبوا، هم بلانك في الجوله رقم 8، وهنا لازم تستخدم الوايلد كارد. غير كده ما تستخدمش الوايلد كارد. لو انت عندك بقى تو ترانسفير اللي هو التبديلين المجانيين، عندك تبديلين، اعمل التبديلين بتوعك واظبط تشكيلتك بقدر الامكان، وهي جوله استثنائيه هتعدي وهنبدا نفوق بعدها ان شاء الله ابتداء من الجوله رقم 9. عندك تبديل واحد اعمله. طيب لو عندك تبديلين مثلا وانت محتاج تعمل 3 تبديلات بس، في الحاله دي من وجهه نظري لا، اعمل ال3 تبديلات واخسر 4 نقط سالب احسن ما تعمل فري هيت او تعمل الوايلد كارد. ده من وجهه نظري. ونفس الكلام لو عندك تبديله واحده مجانيه وانت عايز تعمل تغييرتين في تشكيلتك، لا اعمل التغييرتين واخسر 4 نقط احسن ما تعمل فري هيت او تعمل وايلد كارد. ده كده بالنسبه للناس اللي بتسال اعمل وايلد كارد ولا اعمل فري هيت ولا اعمل سالب. انا كده يعني من وجهه نظري شرحت لك ال3 حالات، وانت ليك مطلق الحريه براحتك. انا ما بقولش توصيات ليك، انا بقول وجهه نظري، وانت في الاخر خد منها اللي هي الحاله او وجهه النظر الانسب لقناعاتك انت الشخصيه. ده كده بالنسبه لبعض النصايح البسيطه للجوله رقم 8. وطبعا عشان تظبط تشكيلتك بقدر الامكان نظرا للغيابات الكتير من ال6 فرق اللي مش هيلعبوا. طيب بعد كده انا مثلا عندي تشكيلتي، هتكلم عن حاله خاصه بيا انا في تشكيلتي. عندي مثلا حاجه غريبه جدا انا ما بعملهاش، وكان لما حد بينصحني او يبعت لي تشكيله فيها مثلا مهاجم ومدافع هيلعبوا قدام بعض بقول له لا. لكن عندي في التشكيله بتاعتي في الجوله الثامنه وانا مجبر على كده وهلعب كده. يعني انا مثلا عندي في الهجوم عندي خيسوس وعندي حارس المرمى رايا، الاثنين هيلعبوا بعض، ولكن انا مضطر على كده. هو ده غلط من ناحيه الفانتسي ولكن انا مضطر على كده هلعب كده. عندي برضو توني وعندي في الدفاع ساليبا، انا برضو مضطر على كده. من الاخر ماتش ارسنال وماتش برينتفورد اللي هيكح فيه هيزعلني. يعني اي حد هيكح في الماتش دوت انا هزعل، سواء بقى حد جاب جول، حد مش عارف عمل ايه. طب يعني المهاجمين كانوا بلانك في المباراه دي والمدافع خد كلين شيت وهو حارس المرمى، برضه هزعل. ففي كده الحالات انا زعلان، بس انا مجبر، دي حاله انا مجبر عليها. ما اقدرش اعمل تغييرات بالسالب وانا عندي لعيب هيلعب. خلاص هو هيلعب، على الاقل اخد منه نقطتين على الاقل. فدي حاله شخصيه انا اتكلمت فيها تخصني انا شخصيا في الجوله رقم 8. اخر حاجه هتكلم فيها بقى في الفيديو النهارده وهي التشكيله المقترحه للجوله رقم 8 من وجهه نظري الشخصيه. دي تشكيله انت مش مجبر عليها، تشكيله ما هياش تشكيلتي الشخصيه، ولكن من وجهه نظري او من قناعاتي الشخصيه دول افضل اللاعبين وافضل خيارات في الجوله رقم 8 في اللعيبه المتاحه او الفرق اللي هتلعب في الجوله رقم 8. في حراسه المرمى هختار بوب حارس نيوكاسل، حارس مميز جدا. اللاين اب او الفورميشن بتاعي في الجوله دي هتكون 4-3-3 على غير المعتاد. انا دايما بلعب 3-4-3، ولكن هنا طبعا مضطر ان انا اختار تشكيلتي 4-3-3. رباعي الدفاع هيكون تريبيه مدافع فريق نيوكاسل، كانسيلو مدافع فريق مانشستر سيتي، وصليبا مدافع فريق ارسنال، والمدافع الاخير هو ايفان بريشيتش مدافع فريق توتنهام. ثلاثي خط النص مارتينيلي طبعا لاعب ارسنال، ودي بروين لاعب مانشستر سيتي، وكمان هيكون معاهم مثلا وورد براوس لاعب فريق ساوثهامبتون. اختيار من افضل الخيارات في نص الملعب في الجوله رقم 8 نظرا طبعا لغياب طبعا ليفربول وزي ما قلنا وزاها مثلا كريستال بالاس ولاعيبه برايتون، ويعني ده افضل خيار من وجهه نظر الشخصيه. ممكن يكون انت عندك اختيار تاني انت حر. ثلاثي الهجوم طبعا هالاند لازم يكون موجود معاك، وهو انا في التشكيله دي هو الكابتن من وجهه نظري. هالاند لو كح بيجيب اجوال، هالاند لو اتفرج على الماتش في الحلم هيسجل اجوال. فهالاند يعني مهاجم قوي جدا ونسبه ملكيته عاليه، لو هو مش معاك وسجل هتنزل في الرانك. المهاجم الثاني هو الكسندر متروفيتش مهاجم فريق فولم،
والمهاجم رقم 3 واللاعب الاخير في تشكيلتي اللي انا اخترتها، التشكيله المقترحه للجوله الثامنه، هيكون جابرييل خيسوس. في ناس كتير بعتوا لي وقالوا لي هنمشي خيسوس واحنا عايزين نمشي خيسوس، رديت عليهم رد واحد: خيسوس ما هواش المهاجم التعبان قوي او المهاجم السيء عشان تمشيه من جولتك، اصبر عليه شويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، خيسوس نسبه ملكيته عاليه جدا جدا جدا. لو تألق في الجوله رقم 8 وانت مشيته هتنزل برده في الرانك بشكل كبير، فلازم تحافظ على خيسوس لان نسبه ملكيته عاليه. في مهاجمين في الصوره بره التشكيله دي بقى بتاعتي، في مثلا يعني ايزاك لاعب نيوكاسل مهاجم كويس جدا، في كمان توني مهاجم كويس جدا. فدي اختيارات طبعا حسب لقناعاتي الشخصيه. انت ممكن اختار مثلا متروفيتش، مش ما عندكش متروفيتش وعندك توني العب بيه، عندك ايزاك العب بيه كما تشاء. دي كده من وجهه نظري افضل تشكيله للجوله رقم 8. وقلت النصايح: امتى تستخدم فري هيت، امتى تستخدم وايلد كارد، امتى ما تستخدمش الاثنين، ويفضل ما تستخدمش الاثنين لو تشكيلتك مظبوطه تقدر تظبطها بالتغييرات اللي عندك، مع بالكتير 4 نقط سالب لو هتعمل سالب. كده انا خلصت فيديو النهارده، اتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات وحلقات جايه كتير باذن الرحمن. سلام.